جاهزة لأول سؤال لينا؟ يقول لك يا ستي ايه واحنا كده هي؟ بدأنا. هنبدأ بقى دلوقتي، ايه رأيك؟ يقول لك طيب خمني ايه هي الدول اللي صاحبة أعلى معدلات طلاق في العالم؟ تيجي كده قولي أسامي الدول. انا اعرف الدول اللي ما بيتجوزوش فيها اصلا. لا خلينا مش نتكلم في عارفه. الطلاق. ديفورس. مصر. مصر فعلا رقم 10، عندنا 2.4 حالة في وسط كل 1000. يلا مين تاني؟ انا عارفه كل دقيقتين دي، كل دقيقتين في حاله طلاق. فمصر، بس مصر رقم 10 يعني الحمد لله لا، مش ما من اعرفش الأوائل. قبل كده ايه بقى. طب قولي بقى طب دول عربيه مفيش ولا دولة عربية. ولا دوله عربيه؟ ولا دولة عربية. اوروبا. أوروبا فيها. طب ما اوروبا فيها 27 دوله، هعرف انا واحده فيهم ازاي؟ خمني اضربي. إيه... ممكن. انجلترا. لا. مش على القايمه اصلا. لا مش في القائمة ال10 دول، لا. طب شرق اوروبا ولا شرق غرب؟ أوروبا بلد معروفه. شوية. بلد كبيرة. انا خايفه اقول ما تطلعش في شرق اوروبا اصلا. لا يعني قولي لا. دولة كبيرة. طب قول لي 3 خمن منهم. دولة كبيرة، قولي دولة، قولي الدول اللي بتيجي في دماغك. شرق اوروبا شرق أوروبا. شرق اوروبا اللي جوه. شرق أوروبا بشكل عام. أكبر دول في شرق أوروبا مين؟ أكبر دولة في شرق أوروبا. أكبر دولة في العالم طيب. مش تركيا؟ لا تركيا مش أكبر دولة في العالم. كده عمال جهلة. يلا أكبر دولة في العالم دي سهلتها، زمان الناس عرفتها أصلا. روسيا فعلا رقم 3 في القايمة. في بقى واحدة جنبها روسيا مش كده. اوروبا، مش شرق اوروبا. لا شرق أوروبا يعتبر، لأن هي واخدة جزء من أوروبا. طيب. طيب في بقى دولة جنبها كده لازقة فيها تبعها على نفس الاسم. بيلاروسيا. بيلاروسيا رقم 4 في القايمة. في بقى دولة مشهورة قوي برضه في شرق أوروبا، مشهورة قوي بالعنصرية، ناس كتير قوي بتروح تسافر لها وبيتكلموا على إن شعبها غريب كده وفي تركيا. لا مش تركيا. عنصريين جدا. تركيا لا يعني. تركيا عنصريين قوي. مش هينفع نطلع الكلمة دي في القايمة، بس ماشي يعني. لا دولة كده معروفة برضه في شرق أوروبا، ناس كتيرة بتسافر لها. النمسا. لا. هنغاري. ما هي جي. هنغاري هي النمسا. جي. أولها جي. جيرماني. جورجيا شرق أوروبا. جورجيا. 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 جورجيا دي صح سمعت جورجيا. عنها كده. طب احنا عشان بس نقول روسيا فيها أربع حالات من وسط كل 1000 فيها حالات طلاق، دي رقم 3. عشان هي رقم بلد 4 كبيرة وفيها ناس بيلاروسيا. كتير. لا مش لا ملهاش علاقة. مقارنة بالمساحة لا يعني عادي. بس هو كل من وسط كل 1000 حالة، يعني هو بيقارن من وسط كل 1000 حالة كم عدد حالات الطلاق. فهو بيعتبرها نسبة وتناسب. تمام. بيلاروسيا من وسط كل 3.7 من وسط كل 1000 في 3.7 حالات طلاق. جورجيا من وسط كل برضو 3.7. انا مخي مسفر معاك الارقام دي، مش مركزه في اي رقم انت قلته. ماشي احنا بنقولها للناس يعني. طيب انا متهيألي ان هم هيبقوا زي بعض. في دولة طبعا جنب جورجيا والدنيا دي كلها. نفس الفكرة. مولدوفا دي رقم 6 برضو في القايمة، فيها برضو من 3.7 حالة من كل 1000. تمام. في بقى دولة يعني داخلة في النص شوية في أوروبا. ايه فرنسا؟ لا مش فرنسا غرب، أنا عايز في النص، عايز حتى في النص شوية. لوكسمبورغ. جنبهم. جيرماني. لا بلجيم. لا برضه. ايطالي. ايطالي تحت. لا تحت. في النص. هي لا دولة ممكن ما تخمنيهاش قوي لأن هي لاتفيا. لا مش هخمنها. لاتفيا دي من وسط كل 1000 حالة في 2.9 حالة طلاق. تمام. بعدين هنروح بقى ايه آسيا. ايه الهند؟ لا. ايه آسيا؟ اوزبكستان. أول حاجة تيجي في آسيا ايه؟ أول ما نقول آسيا ايه أول حاجة بتيجي في دماغك؟ تايلاند. لا. طوكيو. ايه اكبر دولة في اسيا؟ تشاينا. ايوه. من وسط كل 1000 حالة في 3.2 حالة طلاق. تمام. هروح بقى هاخدك كده اهوت على امريكا الجنوبية. كوستاريكا. ده انت جبتيها بجد صح؟ صرف والله. لا برافو. لسه كنت بسمع الحلقة بتاعت وليد السيسي كان بيتكلم على لما جه حملة مخدرات من كوستاريكا والدول دي. من وسط كل 1000 حالة في 2.8 حالة طلاق، واخدين رقم 8. تمام. واول دولة هتكون مفاجأة. هي دولة احنا لسه ما وصلناش لرقم 1. هي احنا كده قلنا ال9 دول وفاضل اول رقم. ما تقوليش جابان. لا. هي دولة في آسيا ومشهورة بالسياحة.
جدا، الناس كلها بتحب تروح ما انا شهر قلتهم العسل. كلهم. تخيلي ان الدوله بتاعت شهر العسل ايه؟ الناس بتروح في شهر العسل. مالديف. مالديف صاحبه اعلى معدلات طلاق على طلاق مستوى ازاي العالم. يعني؟ اه والله. مالديف فيها مالديف اعلى عدد نسبة طلاق ازاي؟ مالديف صاحبة أعلى على الطلاق. من وسط كل 1000 حالة يعني اللي بيروحوا في متجوزين 5.5. بيطلقوا هناك؟ أنا بنتكلم عن الشعب هنا، بنتكلم عن الشعب نفسه بيطلقوا ليه؟ عشان بيشوفوا الناس اللي بتصيف ما بقى ما اعرفش. عندهم، ولا والله بس بيغيروا، هي ولا ايه فعلا اللي حصل؟ غريبة. يعني هي غريبة. دي معلومة غريبة جدا. من وسط كل أكبر 1000 حالة طلاق في 5.5 بيتطلقوا. دي معلومة مريبة يعني جدا. هي فعلا هو دي غريبة. عموما يعني احنا كده اتكلمنا بقى في حاجة غريبة، قائمة التشاؤم الغريبة دي. تمام. تسمع على حالات الطلاق اللي بتحصل في الوسط الفني دلوقتي والوسط المشاهير. هم بيطلقوا تقريبا كل دقيقة. كل دقيقتين. بس احنا هنتكلم دلوقتي ان في حالتين احنا عارف شفناهم دلوقتي في الوسط، يعتبر ان في مذيع ومذيعة اتطلقوا فجأة. تمام. بعد 25 سنة. وواحد تاني برضو كانوا مشهورين اللي هم ممثل وممثلة اتطلقوا بعد 20 سنة جواز. يعتبر القصة ايه اللي خلاهم صبروا كل ده؟ ما هو هي دي ده القصة. السؤال. السؤال الغريب ان الناس بتستغرب له، اللي هو بعد يعني لو انتم مش حابين بعض صبرتوا كل ده ليه؟ صح، وازاي بعد ازاي؟ كل ده جينا وصلنا واتطلقنا؟ فاحنا كده ممكن نقول ايه فعلا ايه السبب اللي ممكن يخلي ناس تتطلق بعد الفترة دي كلها. ممكن بعد عشرة. في العادي الناس بتتطلق مثلا في اول 5 سنين 10 سنين، بس الناس تصبر بعد حصل 20. حاجة تغييرية مثلا، يعني فجأة مثلا اكتشفت ان الراجل ده بيخونها مثلا بعد السنين دي كلها؟ هو في حالة منهم فعلا اكتشفنا ان هو حب واحدة وعايز يتجوزها فاتطلق. بس في الناحية التانية في اشاعات غير معروفة، بس برضو الاشاعات دي مش اشاعات. يعني نتكلم ان الممثل هو شاف ان في واحدة من قالوا ان في ممثلة لعبت في دماغه ان هو عملته، بس في النهاية كده هو ما مش الحالة طب يفكر في ولاده حتى يعني؟ ممكن. بس ولاده صغيرين، انا سمعت كده. غالبا كبار لان هو في متجوزين ناس لسه 20 سنة تقريبا الصغيرين في ثانوي حاجة كده. يعني برضه سن مش لسه يعني. لسه صح؟ ممكن. بس يعني خلينا نقول ان هي القصه فعلا غريبه. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه بالنسبه للممثل والممثله. يعني هو اصلا انا فاكر كويس قوي، شفت لهم لقاء زمان. انا فاكر كويس قوي خدت انطباع ان في ان فعلا هم مش مرتاحين. يعني في حاجه مهمه. انا فاكر كويس قوي لما اتكلموا في الموضوع. هي كانت بتقول ان هي كانت هي عندها عصبيه مفرطه وهو صبور بزياده. فبرضو المهم ان هم كانوا بيتكلموا في الحلقه دي كنوع من انواع، يعني هي كانت بتتباهى بالموضوع وان هو هادي بزياده. ففي هل في اوقات كده اللي هو ايه ممكن يكون الصبر الزايد عن الحد جاب بقى نتيجه عكسيه. لقيت نفسها طب انا بصبر ليه بقى؟ لا هو هي العصبيه. هي العصبيه، هو اللي بيصبر بشكل مفرط. هو زهق. ومن الناحيه الثانيه هي جات لها حاله الطلاق دي ان هي اتصابت بمرض السكر من يعني كام شهر. ففي ناس بتبص لها انه لا، ان هو خلاص ان هو بقى يعني رماها بعد ما معيت. بس ده مش مرض يعني اللي هو محتاج حد يخدمها يعني. بالظبط. يعني ده عادي، ده حاجة تاخد غريبة. انسولين وخلاص. فبرضه يعني هي فيها ما حالات اظنش عشان ليه كده علاقه. هي حالة من الغموض، خصوصا ان هم بيتكلموا ان هم حب من ايام الجامعة وايام كتيرة. بس خلينا نقول حاجة مهمة. يعني برضه في نقطة مهمة. الجوازتين عكس بعض شوية. الجوازة الأولى اللي هي جوازة عن حب مفرط. تقريبا كل الوسط بيتكلم عنها ان هي قصة الحب المفرطة من ايام الجامعة وطلاب وكده. وقصة تانية كانت جوازة تعتبر وسط اكتر. مش ما نقدرش نقول عليها حب مفرط قبل الجواز او كده. يعني الجوازه كانت عاديه ممكن شويه. يكون صالونات اصلا. صالونه. يعني هي جوازه وسط لان هو كان تعارف متجوز يعني. قبلها وكانت هي الزوجه الثانيه في حياته. بس خلينا نقول ان هنا في كده قاعده بتقول هل مثلا ممكن الجواز عن حب او عن صالونات يفرق ولا ما يفرقش؟ تفتكري ايه رايك؟ هو اكيد بيفرق في القرارات. بس هو لو الشخص او الطرف ما قرر ان هو خلاص انا مش قادر اكمل، فملوش علاقة بقى انا كنت بحب الشخص ده ولا ما بحبوش. لو كنت بحبه فالحب انتهى، او ما كنتش بحبه فكده كده مش فارقة. في الاول وفي الاخر انا وصلت لنتيجة ان الشخص ده انا مستحيل اعيش معاه تاني. بغض النظر عن اللي فات، اكيد الرصيد ده ممكن يطول امد المحاولات. ان انا احاول اصلح. فممكن ده يخليني اقتنع انه جوازة عن حب ممكن تدوم 20 سنة عبال ما ياخدوا قرار انه صعب عليهم.
بيصعب عليهم ذكرياتهم ومشاعرهم، ويبقى في محاولات للصلح كتير. لكن ممكن اللي عن ما فيش حب ما بينهم اصلا يبقى القرار اسرع، متهيألي كده. يعني ممكن يقعدوا ليه 25 سنه ليه كل ده ما فيش اصلا رصيد بالظبط. محبه. بس في جزء ممكن يكون ليه علاقه بالمصلحه، ان احنا اتنين ما نعرفش، بس هي الفكره كلها ان الموضوع ممكن يصبروا عشان ولادهم مثلا، في اول ما الولاد خلاص يتجوزوا ياخدوا قرار. انا بقى بضحك على المواضيع دي جدا، اللي هو يعني انتوا صبرتوا كل ده، مش مكسرين 15 سنين اللي بس فاضلين. هو بيبص للموضوع، يعني هو خلاص ان هو شاف اوريدي اوبشن جديد. ايوه لازم يكون في اوبشن جديد بقى، اللي هو خلاص صح؟ بقى اكمل بقى ايه او ايمج، يعني انا عايزه العب بقى خلاص يعني بقى اللي هو. بس غريبه يعني ان هو برضه ما اتجوزش واحده طفله شابه صغيره او حاجه، هو اتجوز برضه واحده كبيره وليها وهي ممكن يكون هي هتديله مطلقه برضه، فايبز مختلفه في حياته ممكن يعني خلينا نقول. وسمعت كمان اراء سياسيه انه اصلا هم كانوا منفصلين من قبل كده، والناس نصحوها يعني انه نطي من المركب بدري او بعيدي عن الشخص ده، عشان الناس بدات تهاجمه، فانت ما حدش يربطك انت على الموضوع. الكلام اللي واضح انه وصل اكتر ان هو اللي خد القرار، وان هي ما كانتش حابه الموضوع، لان هو كانت مأجله وجت وبعد كده وافقت متاخر، يعني وافقت في الوقت اللي مناسب بالنسبه لها. الله اعلم، كلها كلام، قصص كبيره. بس خلينا نقول ان في حاجه مهمه وصلت لنا بقى، وصلت لي دي الحاجه، يعني دي المعلومه اللي انا متاكد منها لان انا كنت ليه اكسس عليها. هو كل واحد فيه ليه املاكه وليه دنيته، وفي فترات كتيره هم يعتبر كانوا الاثنين كل واحد مستقل بذاته. انا رايي الشخصي ان العلاقه قبل الطلاق ممكن تموت من بدري، لان في حاجه مهمه، في سر في الجواز بقى قبل الحب وقبل كل حاجه. انا رايي الشخصي يعني ان علاقه الجواز قايمه في الاساس على حاله الاستقرار النفسي ما بين الطرفين. يعني انا كشخص في النهايه انا ممكن اكون بحب مراتي جدا، بشوفها بنبهر كل شويه الكلام ده كله، بس في النهايه الراجل والست بشكل عام لو فقدوا، يعني كان الراجل بيدور في العلاقه دايما على الراحه، على فكره الهدوء، على فكره انه عايز ست مريحاه. في ناس بيقولوا العكس، والست لا، بس الست انا شايف ان الست عايزه الامان. لا انا قصدي بيقولوا العكس، ان الراجل لو لقى الراحه بالزياده بيدور على التشالنج والحاجات التحديات بره. ما اظنش، يعني الحالات نادره، انا شايف ان دي حالات نادره، ممكن حسب شخصيته، ممكن هو بيحب يعني يعني في النهايه، بس ما اظنش يعني اغلب الرجاله بطبعنا، يعني احنا ممكن نبقى بنبص في الحياه بشكل عام احنا عايزين نرتاح. ما اظن احنا كده لو راجل شقيان، لكن لو راجل مش شقيان وحياته مرتاحه، متهيألي انه هيبقى عايز فليفر في حياته، عايز سبايسز كده. لو الدنيا هاديه بزياده، ايه المانع ان انا لما اتشقى شويه؟ بالظبط. طب بحيث بقى ان انت اتكلمتي على حوار الناس الغنيه وكده، مش ملاحظه ان الطبقات المتوسطه والطبقات المفروض محدوده الدخل دلوقتي برضه زاد فيها نسب الطلاق بشكل كبير جدا؟ انا عارفه ايه السبب. وده اللي لاحظته، يعني انه الثقافات بتاعتهم عامه متوارثه، انه البنت ما فيش حاجه اسمها طلاق. اهلها نفسهم حتى بيعلموها كده، لما تيجي تشتكي لهم يقولوا لها لا عيشي استحملي، ما عندناش طلاق. ومع ذلك زاد عندهم النسب. ما انا هقول لك ليه، بس انا بقول لك العادي بتاعهم كان ايه، انه حتى لو هي خدت القرار انها تتطلق هم بيرفضوا ده. ليه؟ اولا هم مش هيبقوا قادرين على تكلفه معيشه ليها هي كمان مع اطفالها كمان، فهتسحم عليهم البيت اللي هو اصلا ضيق عليهم، وكمان هتبقى تكلفه اضافيه عليهم. وغير بقى كلام الناس، مش هيسلموا من كلام الناس، فهم هيبقوا مش حابين حاجه زي كده، فبيضغطوا عليها، وهي كمان بتبقى خايفه من الخطوه دي، لان بتبقى وصمه عار بالنسبه لها. خلاص الناس بتوصمها، وبيبقى بيتعاملوا معاها بقى بطريقه مش حلوه، تلاقي ناس طمعانه فيها بيعاملوها بطريقه اللي هي انت مطلقه فلا ابعدوا عنها احسن. الستات تبدا تخاف من على جوازهم منها، وثقافه كده مش حلوه. ليه دلوقتي بقى نلاحظ ان هم كمان بدا يبقى عندهم الثقافه دي زينا، بقوا واعيين، هم بدأوا يشوفوا انه انا استحمل يعني ليه. التعلم او الوعي كده، التفتح والوعي والسوشيال ميديا ساعدت ان الست تعرف انه ايه ده، لا انا مش الطبيعي ان انا اتضرب زي ما كنت بشوف مامتي وعيلتي والستات كلها بتتضرب. كان خلاص هم مجتمع مقفول عليهم، السوشيال ميديا سيحت الطبقات على بعض. تحس كده انه خلاص هم بقوا شايفين انه ايه ده،
انا مش لازم استحمل، مش لازم اجي على نفسي، لا انا ممكن اتطلق. وغير كده كمان ان بقى دلوقتي في وسائل كتير ان الست تقدر تعمل مكسب لنفسها وتامن نفسها، فيبقى سهل بالنسبه لها. طب انا عادي ما اتطلق، ما انا معايا قرشي واروح اجيب بقى شقه او اجر شقه واعرف اشتغل واصرف على عيالي. ما بالظبط. بس هو ممكن في ناس يعني بياخدوها لفكره ده تحميم التحريض، ان السوشيال ميديا زودت التحريض ضد الطلاق باكتر، وخلت الناس ممكن حتى في اوقات كتيره توصل لمرحله ان هي ممكن تتطلق، او ممكن تبقى هي السبب الاساسي في الطلاق. ممكن ده يكون سبب، ان ممكن يكون التحريض زايد من جوه السوشيال ميديا. هتلاقي في كلمه الستات كلها بتقولها، ان مفيش واحده ست بتبقى عايزه تخرب بيتها. دي كلمه هتلاقي كل الستات بتقولها سواء اتطلقت او لا. ودي حقيقه. انا واحده اهو، ما انا مش عايزه اتطلق، لكن انا يعني فاهمه يعني ايه انه لا، انت حتى لو في مشكله انت برضه هتفضلي تحاربي عشانها، ان انت تحاولي تصلحيها. كل الستات عندها المنهجيه دي في عقلها، ده غصب عننا. فتخيل ان هي جالها اوبشن ان هي خلاص مش قادره تتحمل. ممكن ما تكونش فاهمه مش تحريض. بص، هو اكيد في نسبه مش هنقدر ننكر انه اكيد في ناس انا ممكن اكون مش قادره اوصل لمخهم في ايه، او ايه اللي سخن المواضيع كده. بس في ساعات بيحصل تحريض من دايره القرب. بالظبط. التحريض مش هيجي من ناس من بعيد عنك. كتير طلقوا ندموا ان هو اتطلقت، ان هي بعد ما ايوه، تلاقي ساعات مامتها هي اللي بتكون السبب، بتتدخل زياده عن اللزوم. امها هي شخصيا، او غيرانه منها، او اختها، او واحده صاحبتها، او سلفتها، او قريبتها، جيران مثلا، بتحصل تدخلات. بس صعب قوي ان انا واحده اون سوشيال ميديا انا ما اعرفهاش تحرضني، الا لو انا بقى ثقتي في نفسي قليله، مش مرتاحه في عيشتي، طمعانه في عيشه تانية، ففاكره انه المشكله في الراجل اللي معايا. وممكن يكون فعلا بس خلينا نقول ممكن يكون الراجل هو اللي مأيدها قوي، فلقيت ان حريتها. طب ما لا، انا ممكن اعيش احسن لوحدي، او يجي لي فرصه زواج احسن. وفعلا في ستات كتير جدا بتطلع من الراجل الاولاني، هي شايفه ان هو مش طموح، قفل عليها، بيعملها وحش، هي مش هي في الاول وفي الاخر في مشكله، عمرها ما تكون مرتاحه وبتدور على حاجه احسن. يعني ما هي مرتاحه. كتير من الناس بتبقى مثلا الراجل بيحصل له ظرف مثلا او حاجه كده، هو برضه في كتير من الرجاله بيبقى هو كويس، ومستوى المادي اقتصادي كويس وكل حاجه، بس في النهايه الراجل مثلا بيحصل له ازمه، وحصلت كتير. في ستات بتصبر، في ستات ما حسب قدرتها. ما هي برضه هي مخيره، مش مجبره انها لازم تستحمل. في ستات بتقدر انها تستحمل، فهستحمل معاك. واحده تانية ما تقدرش، هنجبرها؟ بالظبط. طب هي مش قادره. يعني ممكن لما نقول طب ما في رجاله مثلا لما مراته تعيا او تقع من طولها ولا تعيا، يقوم جاي يقول لك خلاص انا هروح اتجوز واحده ثانيه، او خلاص بقى طلقها. وده شائع جدا. بالظبط. يعني برضه فكره، هل ممكن الناس تقول لك ايه، ما هو ده كده راجل ندل، انت ازاي سبت الست دي؟ برضه انا مش شايفاه ندل، انا شايفه ان هو مخير. والله انا عندي الطاقه وحابب الست دي، وحابب ان انا اتحمل معاها الفتره دي، هكمل. والله انا مش مضطر ومش حاببها، ما هو اكيد لو بيحبها مش هيسيبها. المصلحه بالظبط. يعني ممكن نقول باختصار ان اكيد كل جوازه طبعا ليها شكلها وليها طرقها، وكل واحد وراجل وست. بس انا بالنسبه لي رايي الشخصي، وهتفضل الشخص الاساسي، يمكن دي كتير من الناس بيتكلم فيها، فكره ايه؟ الحب بشكل عام مش طول الوقت نار قايده ولا لا وده. وفي النهايه كتير من الجوازات اللي بتكون قايمه على حب بتفشل بسبب ان خلاص النار اتطفت. كتير من الرجاله عندها فكره اوفر اكسبكتيشن عند الست، او ست عندها اوفر اكسبكتيشن عند الراجل. جوازات الصالونات نفس القصه، ممكن بقى تتجوز مثلا الراجل ده عشان يعيشك مستوى معين، ففجاه الراجل ده يخسر القصه دي، او الراجل تصطدم منه في معاملته مع اهله والى اخره. فبتبقى في اظن كتير جدا من الناس عندها صدمات. وفي كتير بقى، يمكن دي اللي لاحظتها كتير قوي، ان في ناس في فكره كده شائعه يقول لك ايه، you don't change after marriage. I don't believe that. يعني مبدئيا كده معلش، يعني لو انا كراجل انا كنت عشت لوحدي، لو جيت قلت لي دلوقتي ما اتغيرتش، ازاي ما اتغيرتش؟ لا اتغيرنا طبعا، اتغيرنا جدا. يعني في جزء اساسي في العلاقه ان بعد الجواز انت لازم هتكبر، هتنضج، هتتغير اولوياتك في الحياه، هتتغير شكل حياتك. انا ما ينفعش ابقى بنزل كل يوم زي ما كنت بنزل مع اصحابي، او ان انا اسافر في اي وقت او حاجه دي كلها. الست اللي كانت بتنزل من البيت بقى على كيفها او تروح تقابل، لازم تبقى فيه مسؤوليات للبيت. القرش اللي بيتصرف في الاول كان بيتصرف في الاول على المتعه، او يتصرف على الهافينج فان والكلام ده كله، بقى اولويه دلوقتي. بقى في حاجه اسمها مسؤوليه. انت بتتكلم هنا عن الراجل اللي عنده مسؤوليه. في رجاله مش عايزه تغير حياتها. يبقى هو دي الفكره. يبقى هو ما فهمش يعني ايه المسؤوليه،
وبالتالي هو عايز، يعني انا شفت كتير جدا هو عايش حياته قبل الجواز زي بعد الجواز، وهو مش مقتنع، لان انت في النهايه انت كنت قبل الجواز، انت كنت تحت مسؤوليه اب، او حتى كنت انت مسؤول عن نفسك لو انت عايش لوحدك. بس في النهايه انت دلوقتي بقت مسؤول عن واحده في البيت. انت نفس القصه، انت لما بتكوني كنت في الاول عايشه في بيتكم، مامتك هي اللي بتعمل اكل مثلا، او اي حد بيبقى في حد هدوم بتتغسل لوحدها، اكل الثلاجه بتتملى لوحدها، الكلام ده كله اتفاجئت ان انا اللي مضطره اعمل بقاش في الحاجات دي. حاجه، يعني ما بقاش القصه دي مش موجوده. فدي قصه المسؤوليات، ان لا انت ما فيش حاجه اسمها انا ما بتغيرش بعد الجواز، انت بتتغير في كل سنه بعد الجواز، بعد اول خلفه في تغيير هم قصدهم على شامل. الطباع بالظبط. بتتغير ايه الى حد ما برضو. اكيد 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 اكيد، يعني في كتير خنا، يمكن الناس القديمه يمكن حته عندهم الحته دي صح، في حته الجواز بيعقل، بس باختيار شخص، يعني الشخص اللي عايز يعقل يعقل. يعني انا شفت برضو في نموذج من الفنانين فاكره في دماغي دلوقتي، اللي هو هو طلق كتير، كان متجوز فنانه برضو، هو الفرق ما بينهم وبين عمر كبير، اظن انت يمكن عارفه انا قصدي على مين. لا. طيب انا هقول خلاص بقى، بصي احنا هنجيب اساميهم وخلاص، بنقول اسامي بقى ويسامحونا. احمد فهمي وهنا الزيت، يمكن كان النموذج ده كان غريب شويه، ان الفرق السن ما بينهم بعد كبير. تصدق ما كنتش عارف ان هم فرق كبير كده. لا فرق كبير، فوق مثلا 15 سنه او حاجه كده، او 20 سنه كمان، مش فاكر كده، كان هو في الاربعينات وهي في اوائل العشرينات. ياه ومش باين عليه اصلا. ما هو عايش ستايل فري قوي. ايوه صح. هو اتجوز وطلق، دي تالت طلاق ليه بالنسبه له. ايوه. كان هي بتتكلم عن ان هي كانت عايزه تعيش عيشه، هي كانت عايزه نموذج نموذج، كانت بتدور على اب، هي عشان صح. حرمت من الاب، فكانت هي بتدور على اب. في الوقت اللي هو فيه هو اصلا اكيد ده مش الاختيار الاب، جاي من بيت مفكك، فهو بالظبط، فهي اختارت طبعا اختيار كان قايم على حاجه، على انطباع، وهو حاجه تانية اختار بقى اختيار تاني. بس هو كان عايش، هو لحد دلوقتي هو عايش حياه قايمه في الاساس على انا بسافر في اي وقت، صح. انا فازاي شافت فيه اب؟ انا عايزه افهم. ما اعرفش، بس هو حتى هو نفسه بيقول انا مش عايز اخلف، هي العكس، هي عايزه تخلف. فطبيعه الحال يعني اكيد 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 لا بس هو قال انا شايف انه احنا التو فاميليز مش شبه بعض، ان احنا ينفع يبقى بينا طفل. انا ما اعرفش اكتشفوا الكلام ده بعد سنتين ثلاثه ازاي، اللي هو اكتشفوا هم. خليني اقول لك برضو حاجه مهمه، انا شفنا نماذج نجحت لناس مش شبه بعض، ناس ممكن تكون من بلاد مختلفه، أديان مختلفة، يعني بنتكلم على أديان، يعني منظومة القيم هنا غير منظومة القيم هنا، ومع ذلك نجحوا. فبرضه هي الفكرة كلها هي غالبا في الاستعداد والاستعداد للتغيير والتنازلات من الاثنين، وان انا وانت يبقى عندنا تارجت مشترك، ان احنا بنشتغل فور اس، ما بقاش في مي اند يو. دي اكتر نصيحة مامتي قالتها لي قبل الفرح. كنت قاعدة قبل الفرح وبفكر كتير في كذا حاجة وحياتنا هتبقى عامله ازاي، قالت لي نصيحه، قالت لي بصي انا نصيحتك نصيحه مهمه جدا، مفيش حاجه اسمها انت وهو، في انتوا، انت بقى اللي انت بتقوليه ده انتوا دلوقتي. حلو قوي. بس عايز ارجع برضو لحاجه مهمه، يمكن عشان نبقى فكره اتس اول اباوت اس بقى، عشان نتحول لفكره ان احنا نبقى بنتكلم كاس، في بقى حته مشتركه، ودايما هي اللي حصلت غالبا بتحصل في كل العلاقات وفي كل المشاكل، ان بيبقى في حاجه انا مش عارف افهم حاجه عند الست، والست مش عارفه تفهم حاجه عند الراجل. خلاص، فخلينا نسمع كده فيديو ناخد بريك كده، نسمع فيديو ونشوف فيه كده فكره الفرق ما بين الراجل والست. فطبيعة المرأة والرجل مختلفة جدا جدا. الرجل دائما ينظر للأمور بشكل عام، هو شايف انه هو يرجع البيت يلاقي أكل، يلاقي شرب، يلاقي الزوجة، يلاقي الأولاد، ما حد مريض، ما حد تعبان، ما في مصايب قامت في الدنيا، ما في أشياء انقلبت كبيرة واضحة، فبالتالي احنا سعيدين ومستقرين. الزوجة تكون لا، ممكن عندها أشياء كثير واقفة عليها، أنت ما تقعد معانا كثير، أنت ما تتكلم معايا، إحنا فاقدينك، أنا مثلا تعبت، أنت مثلا ما قلت لي سلامتك واهتميت فيني وأعطيتني، إلى آخره. هذه التفاصيل، هذه الديتيلز اللي تختلف من عقلية الرجل وعقلية المرأة. الرجل ينظر دائما لعموم الحياة، استقرار العام للحياة، المرأة تنتبه للتفاصيل. اتفق، يعني انا اتفق جدا، اختلاف كبير جدا، وسبحان الله دي حاجه يعني ربنا ميز كل واحد فيه بالظبط، لان لو ما فيش حد شايف الصوره الكبيره وبنتحرك تفاصيل بس، احنا ممكن نتحرك خطوات صغيره جدا معدومه الرؤيه. في نفس الوقت لو الراجل شايف الصوره الكبيره بس ومش شايف التفاصيل،
ممكن يتكعبل. بالظبط. فهي الفكره في كده ان الراجل والست بيعرفوا يكمل، لازم يكملوا بعض في الحته دي، ولازم يوحدوا الرؤيه، ولازم يعرفوا يتكلموا مع بعض كويس قوي، ويتفقوا ايه الجاي، يتفقوا احنا بنتحرك ازاي. ففكره ان احنا عشان نقدر نتكلم كأس فعلا لازم نكون فاهمين الاختلاف في الطباع ده كويس قوي، وان احنا نقدر نتواصل مع بعض. تمام. فده بيفكرني كده بفكره، كان في كتاب اللي هو كنت قلت لك عليه زمان، اللي هو Men from Mars Women from Venus. يعني هي الفكره في حاجات كده، هو ده كان كتيرة. اجباري لازم اقريه. ده لازم نقراه يعني، لا بجد، لان هو بيكشف حاجه مهمه قوي، ان فعلا فكره ان الست اللي ما بتفهمش الراجل بطبعه، ان هي الراجل فعلا ممكن يكون في اوقات كتيره، اغلب الرجاله بيكونوا بسطاء قوي في تفكيرهم، ما بيدورش على حاجات كتيره. احنا اعمق منكم هتلاقي بكتير. بالظبط كده. بس في نفس الوقت الاوفر ديتيلز ممكن تسحبكم لدرجه ان انتوا ما تقدروش فعلا نميز الواقع. تستوعبوا الحاجه. ممكن تفصيله صغيره تتعبكم وهي ما تستاهلش، مع ان هي الحاجه دي كلها. مع برضه حاجه مهمه، وهي فكره ان الراجل هو جزء من الصوره العامه انه بيقدر يحتوي الست، انه لازم لما بيحتوي الست، لان في اوقات كتيره التفاصيل لما بتزيد عن الحد وبتجنن الست في اوقات كتيره، لازم يكون هو جزء من الشخص، ان هو انا شايف ان الدنيا زي تمام، التفصيله ما عملتش حاجه. بيفكرني بموقف زمان، كانت في مره كانت بتعمل كيكه لوتس حاجه كده، انا فاكر كده. كنت فجاه اللي هو كنت بتعملي لي كيكه لوتس، أيوة وحطيت افتكرت. الزبده بتاعت اللوتس بطريقه غلط، فلقيتها بتشيت. ايوه اللي هو مفيش حاجه باظت، انا بعد ما انهارت وحسيت ان هي باظت، اكتشفت انها ما باظتش، وانا عملت كده ليه؟ بس انا متخيله حاجه معينه عايزاها بالظبط، واول مره وخايفه التفصيله ما تبوظ. باظتش. طب حاجه مش حاجه باظت والدنيا تمام، وتمام. والفكره طلعت حلوه وكلناها وانبسطنا بيها. بس هي الفكره كلها ان التفاصيل الزياده فعلا ممكن تخلي الشخص يتصرف تصرفات غريبه جدا وياخد قرارات اكشن. لو الراجل مش فاهم ان التصرفات الغريبه دي، ان هو لا عادي، انا فاهم، انا هندل الامور، انا هندلها. فلا، ففي بس هقول لك على حاجه، كتير. انت برضو عندك حته الذكاء بتاعت ان انت بتحتويني في الموقف المريب ده، وانا اتبنى عندي الثقه دي. الاول كنت ببقى لا هو مش عارف يتصرف، مش عارف، وبنهار. لما اتبنى مع المواقف الكتير ثقه انه لا هو عارف يتصرف، ومعلش انت كل مره ما هو بيتصرف انت بتلاقي النتيجه كويسه برضو، حتى لو هي غير اللي انت عايزاه بتطلع مرضيه برضو في الاخر. فبقيت خلاص ما بقيتش انهار خلاص. يمكن في حته برضو فكره البرفكشنزم في اوقات كتيره برضو، يعني يمكن الستات عندها حته البرفكشنزم بالزياده بشكل بنحب كل عام، حاجه، خصوصا يعني هي برضو لو كمان في جزء ليه علاقه بحياتك، بستايل حياتك كمان. انت كنت من اكتر الناس البرفكشنزم قوي. انا واحد من الناس كنت يمكن عندي جزء البرفكشنزم بس بشكل مختلف. بس في فكره حاجه مهمه، ان انا ممكن اقدر اوصل للريزلتس اللي انا عايزها بطريقه عادي، حتى لو هي طلعت مش مرضيه عادي، مش شرط ان انا اهتم بتفصيله صغيره. بس الفكره كلها ان انا ببص للبرفكشنزم من حيث الاكشن اكتر من الريزلت. يعني انا مش مهتم بالريزلت انها تطلع بيرفكت قد ما تطلع ساتيسفاينج، تطلع مرضيه. بس لو اللي يهمني قوي ان انا الاكشنز تكون طلعت صح. يعني يمكن عكس بعض في الحته دي. بس زي ما قلت لك من كتر المواقف خلاص الثقه بتتبنى. ويمكن حته الاختلاف ما بين الست والراجل دي بتتوفق امتى؟ لما فتره الخطوبه ما ينفعش تكون قصيره. انا بشوف ناس كتيره بتتجوز بسرعه جدا بالظبط، وبيكونوا ما تعرفوش، وتلاقي واحده نقول لها طب انت ما كنتيش تعرفي ان هو شخصيته كده في فتره الخطوبه؟ ما لاحظتيش؟ ساعات تقول لا ده انا اصلا ما كناش بنشوف بعض كتير. او تلاقي واحده تقول لك انا كنت بلاحظ بس بقول هيتغير، او بقول ما تكبريش الموضوع. او فكان بيبقى فيه بقى في فتره الخطوبه كتير جدا من الناس ممكن تقعد سنه وسنتين وما تبقاش عارفه الشخص ده، او هو ما يعرفوش بالظبط، ما تعرفوش كويس، لان هم دخلوا فتره الخطوبه بشكل اكبر من بدل ما يكتشفوا شخصياتهم وبدل ما يكتشفوا طباعهم. انشغلوا في التجهيزات واللفلفه بقى والمكالمات والحاجات دي كلها. وفي حاجات كتير حتى لما بتحصل مشاكل وبتاخد بالها من في مشكله او هو بياخد باله بيعدوا، يقولوا مش مشكله مش مشكله مش مشكله، هتتصلح في الجواز اللي هو بالعكس بتزيد بقى. بالظبط. لان خدي بالك من حاجه، احنا في الجواز قبل فتره الجواز مهما كنا مفتوحين، يعني الدنيا منفتحه على بعض وصريحين مع بعض وكل حاجه، هتفضل اللحظه اللي بيتقفل على الراجل والست باب واحد
هي بتلاقي شخصيات اللحظه مختلفه. اللي بتشوف بقى الشخص ده عايش في البيت ده لوحده. انت بتشوفي الراجل بلابس الهدوم ماشي في البيت، الراجل بيشوف الست وهي صاحيه خلاص من كل واحد النوم خد من غير راحته. ميك اب. يعني الحاجات دي كلها هو لازم يكون قادر انه يفهم ان الشخصيه اللي عايشه في البيت معاه دي بني ادم، وهي لازم تبقى فاهم ان الشخص ده بني ادم، هو مش قاعد بالفرفان فكرتني بموقف والقمصان. يضحك الصراحه. كان في واحده كانت عامله فيديو بتقول انا جوزي حسسني ان انا غريبه في البيت، انه شويه هيروحني البيت تاني، لان هو كل شويه ايه ده وطفي النور، ايه ده مش عارف ايه، فهو مش متعود ان في واحده في البيت عنده برضه عايشه معاه، اللي هو لا ده بيتي. لا هو فكره حاجه من خصوصا لو الراجل مغترب. يعني في الاول لما يمكن انا عشان جربت فتره الغربه شويه، فكره ان انا ابقى قاعد في بيت لوحدي، تصرف. يعني انا عشت الفتره اللي هو عايش مع اهلي، بعدين عشت لوحدي تماما، وعشت فتره مع ان انا يبقى في شريك في السكن بس هو قاعد لوحده وانا قاعد لوحدي، كل واحد مسؤول عن نفسه. وفكره ان لا يبقى في حد انت بقيت معاك وهو انت اللي مسؤول، الابجريد ده يمكن كان فتره انت فعلا بتبقى محتاج فيها ان انت بتاخد اكشنز، بتتلخبط، بيبقى في حاجات كتيره لخبطه ويمكن عشان كده بنقول اول كتيرة. سنه صعبه. هي فعلا اصعب سنه عبال ما بنتعود على طباع بعض وعلى طريقه معيشه كل واحد، ونبدا ان احنا ندمج كل واحد بيحب ايه. انت بتحب النور العالي، اللي بيحب النور الواطي، اللي بيحب الصوت التلفزيون، واللي ما بيحبش التكييف وكده. التفاصيل دي بجد في الاول بتبقى صعب ان الواحد في طباع يتفاهم، وفي بتتلفق تفاصيل بقى، في تانية بعد كده طباع بتتفق يعني. بتاخد وقت عبال ما لما تتاقلم. كنت في اول الجواز قلت لك انا ما بعرفش اكل غير وانا مشغل حاجه، انت كنتش ما كانش انا دي كنت موجوده. بقول له انا حاسه ان انا متجوزاك انت واليوتيوبرز. دلوقتي هي ما بتعرفش تاكل غير ما بتبقى مشغله حاجه. خدت على الطبع ده انا فهي كمان. هي دي جزئيه مهمه، اللي هو فكره ايه ان ان احنا اكتسبنا طباع ووفقناها. انا كنت واحد من الناس، بما ان انا كنت عايش لوحدي فانا ما كنتش اقدر اكل لوحدي ولا انام لوحدي، لازم يبقى في صوت شغال جنبي عشان اقدر اكل او اقدر ان انا انام. العاده دي اتنقلت. طب ايه العكس؟ يعني انا خدت منك ده، انت خدت مني ايه؟ هو في حاجات خدناها بس مش فاكر حاجه. انا اظن ان من اكتر حاجات انا واحد من الناس ما كنت ممكن البس في دقيقتين ثلاثه. يعني لا بقيت باخد بالي من حته التفاصيل في اللبس واختياراتي وحاجات دي شويه بقيت على فكره اكتر. كل الرجاله كده، كل الرجاله تقريبا بيبداوا الاهتمام مش باللبس كلهم بعد ما قوي. يتجوزوا، لان الستات هي اللي بتهتم ما على حسب بالتفصيله دي. الست اللي متجوزه ايه، ما برضه خدي بالك من حاجه، على حسب الست. لو في ست الست بتهمل جوزها ما بتبصش هو يعني في لابس ايه. ست هي مش ما تعرفش عنه حاجه. م. وفي خدي بالك من حاجه، يعني في كتير جدا نماذج احنا شفناها في حياتنا. الراجل هو مش عايش مع الست في البيت، هو بيروح الشغل يخلصه، يقعد مثلا ينزل يروح على القهوه بعد ياكل كده خلاص. ينزل القهوه، يروح يقعد مع اصحابه، يروح انشطه، يروح حاجات كتيره قوي. هو مش عايش في البيت وهي مبسوطه بالسيستم ان ده. هو يعني سايبها. تلاقي هي مبسوطه بالليله دي، وعايزه ان لا يمكن هي حتى لو قاعد في البيت. انا اعرف تبقى نماذج كتيره متضايق، قوي قالوا لي تبقى الكلام ده. متضايق انت قاعد في البيت انت ليه؟ قاعد لي ليه؟ لانه خلي بالك هو برضه بيبقى قاعد بيوترها، هو ده مش في مكانه ليه؟ هو المواعين دي ما اتغسلتش. في رجاله كده. بالظبط. اللي هو فكره انا مدير البيت. انا مدير البيت. فهو لا انا خلاص انزل بقى روح شوف روح شوف حته ثانيه هنشغل فيها. لا وعلى فكره فعلا حتى في كتير جدا بعد مثلا بالذات بعد ما يطلعوا معاش، الناس بعد ما يطلعوا معاش في ناس بتبقى مقرها الاساسي القهوه، وفي ناس بتبقى مقرها الاساسي الجامع. اللي بالذات يمكن الناس اللي بتقعد في الجوامع هتلاقي كده في راجل كبير وظيفته هو بيجي قبل الصلاه وقبل الاذان وقبل اي حاجه، وفجاه تلاقيه هو بقى بيدير الجامع لوحده كده مع نفسه كده. هو بقى بيدير وبيقول لفلان مين اللي هيأذن ومين اللي هيقيم ومين اللي كان نفسه يبقى مدير مع وما نفسه. والله هو بيبقى في مشكله كده لدرجه ان في ناس بيبقى هو بيتخانقوا معاه. يعني ممكن هو اللي وفي كتير من دول بيطفشوا الاطفال من المساجد وحاجات من كده. يعني لا يعني احنا شفنا نماذج هو بيطلع طاقه فراغه لان هو ما يقدرش يعمل ده في البيت. ودي في حد ذاتها حاجه كارثه، اللي هو ان ازاي ما فيش تفاهم. لان في النهايه انا رايي كشخص، يعني كواحد من الناس، انا لو ما لقيتش الراحه في البيت هلاقيها فين؟ صح. فما فيش حاجه اسمها ان الراجل يلاقي راحه، وخصوصا بقى لما خلاص بقى نخلص شغلنا وجوزنا الولاد ونقعد كده في البيت بقى نتدفى، وش في وشك بقى خلاص بقى. فاحنا مش مرتاحين مع بعض. في راجل وست. انا في ناس كتير بقى بالعكس تشوفي بقى اللي هو راجل وست بقى اللي هو ايه، هو راجل من بيتوتي بالزياده. وده لان في ست كده عرفت ان هي عرفت تهندل له الكيمياء بتاعته، عرفت ان هي تظبط له البيت.
هو تلاقيه اتعود على النظام، دي هتتحط في مكان ده الفلاني، في مكان فلاني، في رجاله بيقولوا وبيتغاضى لو حاجه مش مترتبه عادي، ايه المشكله؟ يعني هشيلها في ناس أنا. ما بتتغاضاش. خلاص بالظبط كده. لا هو الفكره في ان انا عادي، يعني انا عايش مع بني ادمه. وخصوصا اظن يمكن من الحاجات اللي انا شايفها مفيده للرجاله كتيره اللي فعلا عاش لوحده. مم. يمكن فكره ان انا ابقى بجيب حس اكل البيت بالمسؤولية. لوحدي، اطبخ اكل بيتي لنفسي، اغسل الاطباق بعد الكلام ده كله. الحاجات دي كلها برضو بتبتدي تشوف فيها واجبات انت في رجاله ما بتبقاش عارفاها، اللي هو فكره الواجب اللي هو ايه الست يعني بتعمل ايه، يعني طب اقول لك بتنظف مش سر، عارف ايه. اقول لك سر. انا اصلا كان من شروطي نمبر 1 كده انه الشخص اللي انا هتجوزه ده لازم يكون عاش لوحده، عشان يبقى عنده ليفل معين من المسؤوليه. اكيد يعني. لكن لو هو جاي من بيت مامته على طول عليا انا هيبقى مش متعود هقدر. على وخلينا على الواقع ايه، انا فعلا لما كنت ايام مامتي انا كنت ما بعملش اكيد حاجه في مش شايل البيت. هم حاجه يعني بالظبط. يا اخي مثلا حاجات بسيطه، اللي هو هحط الهدوم في الغسيل بس كده. ايه يعني كده، اللي هو مثلا ايه لو في حاجه في البيت. لكن ليفل الاعتماد على النفس بشكل كامل ده بينقلك ليفل تاني. اكيد. هو ده اللي انا عايزه، انا عايزه شريك حياه يعيش معايا، نشارك بعض التفاصيل، ما يبقاش كل حاجه على الست، فبالتالي هي بتفقد برضو انوثتها وبتتعب وبتحس ان هي بتعمل مجهود كبير قوي، والراجل مكبر دماغه وبيجي عايز زي الفندق، عايز ياكل عايز ينام وطفي النور ده وبطلوا صوت وبطلوا دوشه والاكل فين ومش عارف ايه. مش هيراعيها لما تبقى عيانه، مش هيراعي لو في يوم كسرت تعمل اكل او الاكل باظ منها، ايا كان مش هيراعي بالظبط. ومش هيساعدها. فهي كمان لو مش قادره على شغل البيت لوحدها، هي محتاجه حد يساعدها. بالظبط. لا اكيد اكيد اكيد. حته دي نقطه مهمه برضو، هي فكره ايه اللي هو لازم تبقى عارف فعلا انت ازاي في حاجات لازم انت تقوم بنفسك بيها كراجل بشكل عام. ليه في ناس بقى الرجاله بتستعيب حته انها تراعي البيت مع زوجها؟ ما تعودش على كده، يعني هو ما متعودش ولا على كده. الست في البيت علمته انه ده عيب، اختك هي اللي تخدمك مامتك كده. برضو في حاجه مهمه ليها علاقه بالراجل والست في نموذج الراجل والست اللي ربوه. يعني ان هو يشوف الراجل مثلا بيقدر انه يشيل حاجته، عارف كويس قوي ترتيب الدنيا، لما بيشوف الست تعبانه بيقدر ان هو طب تعالي ريحي انت. لا هو فكره نموذج البيت يعني هو اللي بيبقى مهم. بالظبط. وطبعا في افكار كتيره بتبقى مداخله في المجتمع، يعني أكيد. بتسمي الطرفين عشان ما حدش بس يقعد يلوم طرف عن طرف، لا الطرفين بشكل عام بيتسمموا. سواء في فكره الستيريوتايب اللي على الراجل او الستيريوتايب اللي على الست. وفي بقى يعني كميه كبيره جدا من الاختلافات اللي احنا مش عايشينها. يمكن في جزء مهم كبير جدا اصلا احنا عندنا مشكله هو فقدان ثقافه الاختلاف بشكل عام. بس خلينا نبقى واقعيين شويه، راجل وست بشكل عام ايا كان هم مين، وظيفتهم الحقيقيه ان هو يا تتفقوا يا تروحوا في حالكم خلاص. ما عرفتوش تتفقوا خلاص، بس في النهايه مفيش حاجه اسمها انا دي شروط حياتي ولازم تبقى ان التاني ينصاع ليها. ده مش بيعيشوا، مفيش راجل وست عايشين كده. لازم مفيش يكون طرف لازم في مسافه انا هاجي من عندها، لان انا في النهايه هعيش كراجل مع ست تانية غير الست اللي ربتني، وهي هتعيش مع راجل تاني غير الراجل اللي رباها، وكل واحد فينا هيعيش نموذج تجربته المختلفه بشكل خاص. تمام. والهدف من ده ان انت تشوف هل انت الشخص اللي معاك ده انت مرتاح معاه، حاسس ان انت مستقر نفسيا ولا لا، حاسس ان انت وهو او انت وهي قادرين تتواصلوا وتتفاهموا وتبقوا متفقين على كل اهدافكم ولا لا. لو الدنيا تمام ايا كان الاكشنز اللي انت هتعملها في البيت اتس اوكي، يعني مش هتفرق بقى كتير. وبرده ما نستسهلش الطلاق، يعني مش كل حاجه. في ستات مثلا كل مشكله طب طلق كل مشكله يعني طب طلق. الكلمه دي ما تنفعش تطلع اصلا. انا رايي الشخصي مش عمال على بطال كده مهما كانت الخناقه مهما كانت زايده. كلمه زي دي ما بتطلعش، لان دي مش كلمه لعبه. وفي النهايه هي هدم الاسره. يمكن في حديث كان بيقول ان الشيطان بيجمع اتباعه. انا مش فاكر نص الحديث، بس هو الشيطان بيجمع اتباعه ويبصرهم ويبتدي يرجع يشوف مين فيهم عمل ايه. واحد يجي يقول له انا خليت فلان يقتل، انا خليت فلان يزني، انا خليت فلان ما يصليش، انا خليت فلان يكفر، ويجي كل ده يسيبه ويجي واحد يقول له انا خليت فلان يطلق مراته او خليت فلانه تتطلق من جوزها. ده اللي يقول له ايوه هو انت بقى، يبتدي ده يعتبره هو افضل واحد فيهم، لان في النهايه افضل اعمال الشيطان يعني. المجتمع في الاخر
اول ايقونه مجتمعيه ما بين اي حد هي الاسره. صح. والمجتمعات اللي هدت المنظومه دي هدت منظومه الاسره. يمكن انا عشت عشان عشت بره، لا المجتمعات اللي بره عشان هدت الجزئيه دي انتهى بيها الحال ان هم بيتفككوا بشكل كبير جدا، ما بيقدروش ان هم يتواصلوا مع بعض. حته العيشه المنفرده، زياده حالات الاكتئاب، زياده حالات كتيره جدا من اسباب بقى انتحار وحاجات دي كلها. كل الاسباب دي بتؤدي في النهايه الى ان المجتمع بيتفكك طبعا، لان بشكل كل كبير. شخص بيبقى لوحده، وهي وسهل من الحالات تديله افكار وهي من كمان. حالات كل المجتمعات اللي انهارت على مدار التاريخ. صح، انا شايفه هي كده كانت بقى. آفة من آفاته ان هو فكره ان الاسره انهيار نفسها الاسره بتتفكك، ويبقى الموضوع كله قايم على الحاله فرديه. الانفرديه. خلاص خلينا نخلص احنا كده دلوقتي، عايزين نفك شويه بما اننا شفنا الفرق بين الراجل والست، وعايزين نشوف فروقات تانية كده هو نكسر بيها الجو شويه، ونشوف فيها ايه فيديوهات كده ليها علاقه بالكلام ده. تمام. طبعا سافرنا مع بعض كتير، صح؟ ده ايه ده؟ ده سافرنا مع بعض كتير. انا ما انساش اللي عملته فيك لما كنا في امريكا. 4 شنط. انا كنت واخد مثلا حته 4 كده. 5 كمان. لا هم كانوا 4 شنط بالظبط. 4 كبار وواحده صغيره. ما هي لا هم كانوا 3 كبار واحده صغيره. هم 4 شنط، ما كانش لنا 4. كان 4. ما كانش لنا غير 4 شنط، شنطتين وشنطتين، المفروض كل الكاري واحد اون كان شنطتين. فين طيب؟ ما هي ما كان كاري على لا كان كنا حاطين على شنطه على ظهرنا، ما خدناش اللي بتجر معانا. فاحنا خدنا شنطتين كبار، 3 شنط كبار، وشنطه يعتبر هاند باج كده كنت جايبها من فرنسا. تمام. انا كنت حرفيا واخد حته كده، واخد انا مش هجمع، هو اللي اتبهدل. يعني اتبهدلنا في الشوارع، لان احنا في امريكا الحمد لله ان الباص نزلنا اصلا في جراج الاوتيل بالظبط. بس هي الفكره انه الطلعه نفسها كانت صعبه جدا في ان احنا ندخلهم في الاسانسير ونطلع، والمطار عشان كمان اسمها ايه، نسيت اسمها، اللي بتشيل الشنط بفلوس، كانت بفلوس كتير جدا، كانت ب $8. حاجه كده. فاللي هو لا شيلنا بقى الشنط، او هو اللي شيلنا. بس عموما يعني عموما لا انا واللي هو ماليش فيها حاجه، انا كنت حرفيا واخد شويه حاجات كده عشان الهدوم شتوي كانت هدوم الشتوي بقى، جاكيتات كتير، وكنا واخدين حاجات كتيره معانا، فكنا لا تقلنا قوي. انت ما كنتش معايا بقى في تركيا، انا بعت شنطه بحالها مع حد تاني اصلا على الطياره. انا جاي اشتريت شنطه مخصوص عشان املاها بالشوبينج. فانا في السفر محتاجين ناخد فعلا كورسات تحضير شنط، بس تحضير الشنط دي بالذات، وما عند الراجل عنده ايه في الهدوم في الحته دي. هو عامه حتى البنت من وهي صغيره، لو جبت ولد وبنت لسه بيبيهات صغيرين هتلاقي دايما حاجه البنات اكتر. ليه بقى؟ الشراب اللي بفيونكه والتوكه، حاجاتكم كتير ليه؟ حاجاتنا كتير عشان احنا بتفاصيلنا، احنا بنهتم بالتفاصيل، انتوا ما بتهتموش بالتفاصيل. تعالي نتكلم على التفاصيل ونشوف الفيديو. طيب women's brains and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right. Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. ده بجد يعني. The boxes don't touch. A man discusses a particular subject. We go to that particular box. We pull that box down. We open the box. Only what is in that box. ما دي المشكلة. ما نطلعش بره. دي المشكلة. احنا مركزين في المكان. لازم في حاجات تنفذ على بعضها. Close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. شبكة وكل حاجة متواصلة ببعضها، ازاي يعني؟ Money's connected to the car and the car's
ده عشان ده مترتب على ده. لا هو عنده حق صح. And it's all driven by energy that we call emotion. صح ايوه. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. اصلا اما لينا نحق نتخانق لينا حق. To care about everything. Just love it. Start discussing لا صح. لا يعني انا فاكر كويس قوي لما كنت بقعد اقول لك فكره ان انا لما ببقى قاعد مركز في حاجه ما بحبش ان انت حد يطلعني منها. لما ببقى مركز في شغلي او حاجه كده انا ما فيش حاجه اسمها انتوا منفذي انت دخلتي عليا في مش عارف ايه طب سيبوني اركز سيبوني اخلص اللي ورايا. لا فهي مع العكسيه هي ممكن تبقى قاعده بتشتغل هي حرفيا ممكن تلاقيها بتشتغل وهي هي قاعده بتطبخ الاقيها داخل الاقيها قاعده في السرير اللي هو السرير ده بالنسبه لي مكان راحه نوم. فلما الاقيها قاعده بتشتغلي في العربيه بتشتغلي في المواصلات بتشتغلي واحنا في اي مكان في اي حته. فالعقليه دي انا بالنسبه لي لا انا لو الشغل ما قعدتنيش وببقى بفكر في حاجات تانية في الخلفيه. بالظبط انا لو ما كأنك قعدتنيش فاتح على اصلا في الديسكتوب. مكتب ومسكتني اللابتوب والماوس وقعدت كده في المكان بتاع الشغل انا بالنسبه لي الشغل بيكون شبه حتى لما بنتكلم في اي مواضيع انا ممكن افتح مليون موضوع. بالظبط. لا حته البوكسات دي مشكله صعبه جدا. مشكله عشان بالنسبه كده عشان كده يمكن المواضيع لازم فعلا لازم تتقفل لازم اقفل البوكس كل شويه تعال نرجع لموضوع البوكس. صح. عموما كده يعتبر احنا خلصنا الحلقه النهارده. ده اول حلقه لينا اول حلقه لينا في البودكاست بتاعنا بودكاست عموما. يا رب يكون عجبكم. يا رب يكون عجبكم واستنونا في حلقات تانية كتير ان شاء الله. ويلا قولوا لنا المواضيع اللي انتوا حابين برضه نتكلم فيها. ولو عندكم اي اسئله او فيدباك يا ريت تقولوها لنا وان شاء الله احنا كمان هنبقى مهتمين ان احنا نشيرها لكم في الحلقات الجديده ان شاء الله. واستنونا في جيمز جديده وفي حلقات جديده ويلا سلام.